الإسكندرية. في حب الإسكندرية الجميلة وإلى كل ما هو جميل وأصيل. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني والرمل الزعراني عالشط الكهرباني. اسكندرية تاني مع أماني أبو السعود. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من اسكندرية تاني نسترجع فيها ذكرياتنا مع عمل درامي دارت أحداثه على أرض اسكندرية، نتعرف من خلاله على معالم مدينتنا الجميلة، شوارعها، مبانيها، وطبعا شواطئها الساحرة اللي جذبت خيال المؤلفين وكاميرات المخرجين من بدايات السينما في مصر وكمان في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. 100 سنة حلو، 100 سنة حلو، 100 سنة هلا من كل. الفيلم اللي معانا النهاردة ميرامار، القصة للأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، السيناريو والحوار لممدوح الليثي، والإخراج لكمال الشيخ. الفيلم صدر عام 69. آرام أخبار جمهورية، آرام أخبار جمهورية، آرام أخبار جمهورية، آرام أخبار جمهورية. النبي يا أخوي ما تعرفش الشارع اللي فيه بنسيون مرمار؟ بنسيون ميرامار؟ أيوه تعال أهو. دي اللي هناك؟ أيوه كتر خيرك يا أخويا ما عدمكش. صباح الخير يا عم بيه. صباح الخير يا محمود. بتسأل عن بنسيون ميرامار ومدام مريانة. خش يا شطر. كتر خيرك يا أخويا. العفو. سلام عليكم. مع السلامة. اتفضلي. يزيد فضلك. اقعدي. انت تعرفي المدام؟ أيوه ما شفتكيش جيت لها قبل كده. جيت زمان مع المرحوم أبوي، هو اللي كان بيجيب لها الفراخ والبيض. وعايشة هنا في اسكندرية؟ أنا من الزيادية بحير. قهوتك يا عم بيه. ميرسي يا مدام. أني زهرة. زهرة؟ ماشي، انت كبرت كتير. ازيك يا زهرة؟ انا مبسوط اني شفتك. اقعدي اقعدي يا زهرة. دي زهرة. ده انت راجل طيب جدا اللي عامل ايه؟ الله يرحمه. انت اتجوزت يا زهرة؟ مالك يا زهرة؟ حصل حاجة؟ جدي عايز يبيعني، عايز يجوزني الراجل عجوز من دوره. لا ده غلط كبير قوي اعمل بيه. اتجوزه ازاي يا بيه؟ ده كلتها شهر ولا 2 ويموتوا ويفوتني مترمله. ليك حق. وعملت ايه في المصيبة دي؟ هربت من الزياديه بحالها وجيت هنا. هربتي يا زهرة؟ ايوه. ليه كده؟ يعني اسيبهم يبيعوا ويشتروا فيا؟ انا كمان مش بني ادمه زيهم وليا كلمه. تعالي يا زهرة، هاتي حاجتك. تعالي تعالي. عني كيفك اهان. اتفضل الفطور. كتر خيرك يا زهرة. خير انتاهت بالهنا والشفا. مين؟ طلبة بيه؟ مش ممكن. رجالة يا ترى الاقي عندك اوضه في البنسيون ولا اقول للشيال يرجع ده شنطه؟ البنسيون كله تحت امرك. ماشي. حط الشنطة. خد. انت واصل دلوقتي؟ مين القطر عليك على طول؟ اتفضل. والله زمان يا مريانة، فين ايامك؟ عامر بيه؟ طلبة بيه مرزوق من كبار العيان، كان وكيل وزارة. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عامر بيه وجدي، ضروري تعرفي طلبة بيه. طبعا اعرفه. اتفضل. طلبة بيه كان عنده 1000 فدان، كان بيلعب بالفلوس. ما تفكرنيش يا مريانة، الأرض ده كل حاجة راحت لحالها. لو اتشرفنا قد ايه طلبة بيه؟ اللي تحسبيه جمعة شهر سنة وانا ورايا حاجة. تم تصوير الفيلم في عمارة بتطل على كورنيش اسكندرية. العمارة عمرها رغم انه تعدى 98 عام إلا إنها ما زالت تحتفظ بأسرار كل اللي عاشوا فيها من المشاهير والكتاب والفنانين على مر العصور. عمارة ميرامار
هي رائعة المعماري الإيطالي المصري جياكومو أليساندرو لوريا، صممها عام 26 لتصبح أحد معالم اسكندرية التاريخية واللي بيلتقط عندها السياح صور لتسجيل زيارتهم للمدينة. رغم بناء العمارة في عشرينيات القرن الماضي إلا إنها نالت الشهرة عام 67 لما استوحى منها الأديب العالمي نجيب محفوظ رائعته ميرامار، الفيلم اللي كان بطولة شادية، يوسف وهبي، يوسف شعبان، عماد حمدي، أبو بكر عزت، نادية الجندي، سهير رمزي، وعبد الرحمن علي. ايوه، عايزه اطلب من حضرتك طلب بس خجلان. ليه يا زهر؟ بقول يعني لو حضرتك تديني 2 جنيه و75 قرش وتبقي تخصميهم من نهاية اول الشهر. ليه يا زهره؟ اصل شفت فستان في الدكان اللي جنبنا وعايزه اشتريه. هتقلعي جلابيه؟ ايه، ما الستات كلتهم عندنا في البندر بيلبسوا فساتين، وهنا كمان في اسكندريه كلتهم لابسين فساتين. انا بدل ما تغرمي فلوسك يا زهره هديكي فستان من عندي ونوضبه عليكي. ربنا يطول لي في عمرك كمان وكمان. لابور اهرام اخبار جمهوريه لابور. يا صباح الفل. عايزه الاخبار والاهرام. ايه ده؟ والنبي ما عرفتك من الاول يا ست زهره. ليه؟ اما انا عبيط بشكل. الفستان ماله؟ ايه؟ ما كل الستات في البندر بيلبسوا فساتين. مع السلامه يا ست زهره. سرحان بيه. صباح الخير. اي خدمه سرحان بيه؟ كنت بدور على كتاب. سرحان بيه بقى حضرتك بتمثلنا في اللجنه وسيبنا كده مغطشه للناس ليه؟ عساكر البلديه مستقصدين كل يوم يجوا عايزين يمشوني من هنا. ما تكلمنا حتى بيه. حاضر. ربنا يخليك لنا يا سعاده بيه. نظرة لعمارة ميرامار بتكفي عشان تنقلك لأجواء وسحر اسكندرية اللي احتضنت عشرات الجنسيات على أرضها في تناغم وتجانس دليل على التسامح وقبول الآخر. العمارة على بعد خطوات من مسجد القائد إبراهيم. لو وقفت على الكورنيش ورفعت راسك لفوق هتشوف الزخارف ذات الطابع الفينيسي المطعمة بقطع موزاييك إيطالي ملونة بتختلط بالسحب، وده بيخليها لوحة فنية فائقة الجمال. اهلا سرحان. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. وزي حال الشغل؟ الحمد لله كل شيء ماشي كويس. بتأيد حركة دخول وخروج اللواري في الدفتر ده؟ احنا بنأيد بس اوامر الصرف اللي بتجيلنا من الحسابات. سيجارة؟ كده احسن عشان احطم الروتين ولا ايه؟ هو معجز الحكومة الا الروتين يا سرحان بيه. معلش خطوة خطوة. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم يا رجال. السلام عليكم. ميعادنا الساعة 8. ما تأخرش. طيب. أهلا وسهلا. يا ترى زهرة عاملة معاكي إيه في الدرس؟ ماشية كويس. أظن ما هتعباكي. بالعكس دي متحمسة جدا. يا زهرة. الواد الملزق يظهر هيشتغل على المدرسة كمان. ايه ما كفايه عليه التلميذه. ما هي 20 جنيه ودروس خصوصية أول 30. عمرها في كرموز وعمرها في الرمل. إيه رأيك في مشروع الجواز ده؟ عارف برضه. لا جواز حقيقي. طب ما العملية هتتم وهديلك الفلوس. وماله؟ زيادة الخير خيرين. صحت عليا. وزهر. زهرة. خسارة. الستات علي نوعين. واحدة زي زهرة تحبها وتتمنى تتجوزها وتقضي عمرك كله معاها، بس ما توصلكش لحاجة ويمكن تشدك لتحت. واحدة ما تحبهاش انما ترفعك لفوق وتوصلك للي انت عايزه، واللي زي دي تجري وراها وتروح لها لحد البيت برجليك. رائعة نجيب محفوظ ميرامار اللي اتحولت لفيلم بطولة شادية كانت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. في الطابق الثاني من العمارة كان فيه لافتة كبيرة عليها اسم إحدى اللوكندات،
وكانت بتملكها امرأة يونانية الجنسية بتدعى كارلا، هي نفسها ماريانا اللي استلهم منها نجيب محفوظ أحداث روايته الشهيرة. طلاب كلية الهندسة والفنون الجميلة دايما في زيارات متتالية لتصوير العمارة ورسمها. احنا اسفين للازعاج ده يا فندم، كان في نزيل هنا اسمه سرحان البحيري مش كده؟ ايوه، هو حسب معلوماتنا ساب البنسون امبارح الساعة 8، الساعة 10 لقيناه في شارع نافع مقتول. احنا ما بنوجهش الاتهام لحد، احنا نحب نعرف هو ليه ساب البنسون امبارح بالذات. انا ما اعرفش، واحد عايز يمشي احوشه، كل واحد حر. استاذ منصور باهي اخوه يبقى لواء ابراهيم باهي، ضروري حضرتك تعرفه. انا اللي قتلت سرحان. سمعته بيكلم صاحبه في التليفون، استنيته لحد ما طلع ومشيت وراه وضربته بالجزمه في بطنه، قتلته. جزاء الموت. انت بيتعيط دلوقتي بعد كل ده؟ انت جيت وجبت نخس في بانسيون. انا خلاص مش عايزك هنا، امشي مع سلامه، روح بلدك تاني. عندك لبكره الصبح عشان تحضر تسامتك. اتفضل. انت مصمم انك قتلت سرحان البحيري؟ ايوه. هذا وقد عدنا استدعاء المتهم مرة ثانية لمواجهته بما جاء في تقرير الطبيب الشرعي. يا منصور، جاء في تقرير الطبيب الشرعي بشأن حادث سرحان البحيري ان سبب الوفاة هو قطع شرايين اليد اليمنى بواسطة موس حلاق، وان هذا كان من نتيجة فعل المجني عليه بنفسه، اي انه انتحر ولم يقتل. لا، انا اللي قتلته، ضربته برجلي في بطنه وقعدت اضربه لحد ما مات. الظاهر ان ضربك ما جابش نتيجة. انا ما شفتش واحد مصمم يخش السجن برجليه زيك، وأقفل المحضر على ذلك. تم تصوير عدة مشاهد من فيلم صباح كذب لأحمد آدم، وكمان مسلسل حنان وحنين للفنان المصري العالمي عمر الشريف، وأعمال فنية كتير وإعلانات تم تصويرها من داخل شرفة العمارة اللي بتطل على ميدان محطة الرمل، عمارة ميرامار أو ليتل فينيس، فينيسيا الصغيرة. أشوف وشك بخير يا أستاذ عامر. صدق الله العظيم. في ماشية دلوقتي؟ أيوه. يا بنتي، أنا مش عايزك تندمي على المدة اللي قضيتيها هنا. الإنسان لما يشوف الوحش هيكتشف لوحده إيه هو الكويس. ما تخافش عليا يا أستاذ عامر. بترجعي البلد يا زهرة؟ أرجع تاني؟ لا. وناوية تعملي إيه؟ هلاقي شغلة نظيفة وهدور على مدرسة جديدة. ما تتعبش نفسك يا أستاذ عامر، أنا عارفة سكتي كويس. زهرة، من ساعة ما عرفت انك هتسيب البنسيون وانا من الفجر قدام العمارة جتتي رصرصت من البرد. اعمل ايه بس عشان ارضيكي؟ قلعت الجلابية ولبست الفستان، رحت انا اخر قلع الجلابية ولبست الفستان، قصدي القميص والبنطلون. رحت تتعلمي، فتحت لي الكشك بحاله ومليته كتب. فاضل ايه؟ اتعلم انا؟ حصل. رحت امبارح مدرسة ليلي وخدت الكراس ده ودفعت 120 قرش مصاريف. هنبقى نذاكر سوا ونكافح سوا ونكبر سوا. أرق تحيات الزميل أحمد عبد ربه من الهندسة الإذاعية. اسكندرية تاني، اسكندرية تاني، من العشق ياني والرمل سهراني عالشط الكهرباني.